الخير. اتعرف بحضرتك. مؤمن ان شاء الله، سواء موقف عبود صاحب عربيه موقف عبود الزقازيق وعبود من القلم. عندنا مشكله هنا وعندنا مشكله هنا. في مشكله عندنا في القليوبيه يعني عملوا القليوبيه عمل خط سير عندنا بدون علم المحافظه، فالمحافظ يعني طلع قرارات بمعاقبه هذه السيارات عدم دخولها المحافظه عندنا. المشكله عندنا مشكله مش في الجهات التنفيذيه، مش في الجهات الاداريه، الجهات التنفيذيه اللي مش بتنفذ قرارات السيد المحافظ. لو قرارات السيد المحافظ دي اتنفذت احنا كل الناس ديت مشاكلنا معظمها تتحل. بس هي المشكله عندنا على المرور انه يشتغل يومين الناس تشتغل، ما فيش شغل في المرور، الناس دي كلها بتجوع. دي مشكله، دي اكبر مشكله عندنا برضه دلوقتي، لان اصلا المرور ما هو دي بسبب المواقف العشوائيه. يا فندم لو انت دخلت هنا دلوقتي جوه المحطه وشفت المواقف جوه هتعرف المأساة اللي احنا عايشينها في المواقف هناك. لو المرور شغال احنا هنشتغل، انما طول ما المرور مش شغال احنا مش شغالين. ادي اكبر مشكله عندنا. والسيد احنا عندنا جات لنا برضه السيد رئيس المجلس الجديد اللي جه انسان لا يفقه شيء، يعني سكرتير عام المحافظه، سكرتير عام المحافظ يقابلنا ويقول لنا كلام وهو سيادته بيفرض علينا الاتاوه. راجل مش بيتعاون مع الشعب. بقى ايه هو كده عنده مبدا واحد، كل ما نيجي نكلمه يا فندم احنا دلوقتي عندنا مشاكل مش عارف اغير خط سيرك. طب انت جاي مسؤول عشان تحل مشاكلي ولا عشان تعاقبني ولا انت جاي تعمل ايه؟ هو السيد رئيس اكبر مشكله عندنا السيد رئيس مجلس المدينه الاستاذ نبيل فاروق. ده من ساعه ما جه عمال يفرض علينا اتوات فلوس، ما تعرفش هو عايز يجيبها من ايه. الفلوس ديت بناء عن شغل، انا ما عنديش شغل، انت بتفرض عليا فلوس ليه؟ طلبنا من السيد رئيس المشروع يجي يشوف يعني احنا بنشتغل قد ايه بناء عن شغلنا. قال لك انا ليا 5%. قلنا له يا عم حق الحكومه على راسنا من فوق، زي ما ليك حق الحكومه ادينا حقنا احنا كمواطنين. حق الحكومه 5%. يا عم تعالى طلع لي مثلا في الشهر 20 دور 5% ب 8 جنيه يبقى دي 160 جنيه. طلعت 30 دور يبقى 240 جنيه. انت دلوقتي انا بشتغل 15 دور، انت تفرض عليا كارت دلوقتي 200 جنيه بناء عن ايه؟ هي دي برضه مشاكل. توجهنا للسيد رئيس المجلس اللي هو افرض الاتوات ديت، راح عامل ايه؟ تهرب منا المره الثانيه رحنا عاملين محضر اثبات حاله في مركز اول، ومعانا رقم المحضر ومعانا كل ما يثبت الكلام اللي احنا بنقول عليه ده. وتوجهنا للسيد رئيس سكرتير عام المحافظه قال ما عنديش علم بالكلام دوت. رئيس المشروع اللي هو المفروض الجهه الرسميه بتاعتنا قال لك هو اللي عامل القرارات ديت. طب احنا مين نتجه لمين؟ مش لنا ربنا سبحانه وتعالى السيد المحافظ بس. شكينا مع الباشا. مساء الخير. مساء النور حضرتك. اتعرف بحضرتك. احمد عبادر، تاني حو انجليزي. احنا بنسمع كتير عن كلمه الفساد حوالينا، يعني ايه فساد؟ زي ما قلت انا هدي مثال، انا مش هتكلم كتير. واحد حالاتي تاني حو انجليزي، ترم سنه اولى جيد جدا، تانية ترم الاولاني جيد جدا الحمد لله، وان شاء الله هكمل على كده. هل انا في يوم من الايام لما اجي اقدم في النيابه هل انا هبقى واحد من الناس اللي هي بتتعامل في النيابه؟ المفروض ان ده حقك مجلس دوله، نيابه اداريه، اي حاجه من الكلام ده، سيبك من موضوع النيابه خالص. كمواطن مصري حقك. خارجيه طالبه ناس ان هم ايه، طالبه ناس وكده، يعني ملحق سفاري والناس الكلام الجوامه ما لا يزال. انا دلوقتي راجع جاي في القانون الدولي جيد جدا برضه، ومعروف انت لو جايب جيد جدا في 4 سنين قانون دولي معاك لغه فرنسيه ومعاك اي سي دي ال، بيبقى لك حق ان انت ترشح ان انت تخش تبقى في الخارجيه. هل الكلام ده هيحصل ولا هيحصل ولا اشوف حاجه من الكلام ده خالص؟ ليه مش هيحصل؟ ليه بقى؟ دي ما تسالهاش عن دي، تسالها للمسؤولين انهم عايشين كل واحد عايز يشغل ابنه، وانا راجل مستشار عايز اشغل ابنه واشغل ابن اختي واشغل ابن عمتي وخلاص على كده. مش مهم بقى كفء مش مشكله، المهم ان هو خلاص انا كده رضيت كل اللي حوالين مني ورضيت اهلي ورضيت نفسي كده خلاص. زي ما كنا بنقول ان مرسي بيقول اهلي وعشيرتي، طب ما احنا نفس الفكر، ما نفس الناس اللي قاعده على الكراسي اهلي وعشيرتي. مشيت الناس عشان المرسي بيقول لك اهلي وعشيرتي، طب ما انت نفس الفكره، انت راخر اهلي وعشيرتي. ايه الفكره في كده؟ طب شايف الحل فين؟ الحل بصراحه ان كل واحد ضميره يصحى، لان احنا لو استمرنا على كده في فساد لينا، حتى للي قاعد دي في فساد ليه. في يوم من الايام مسيره هيجوا ابنه او ابنه هيعاني في نفس المسيره، هيعاني نفس المشكله. مفيش حد هيدانه يفضل على حاله، واحنا شايفين الكراسي كل يوم بتدور، كل واحد بيقعد يوم ويمشي، كل واحد يقعد يوم ويمشي، الكراسي مش هتدوم. فعشان خاطر ربنا وعشان خاطر حاجه اعمل الاصلح، اعمل اللي انت شايفه صح، عشان خاطر في يوم من الايام ما يبقاش في خلل، ما يبقاش في حاجه. نبقى من قال لك 2030 هيبقى في تقدم، هيبقى في فين التقدم اللي هنشوفه؟ بس خلاص على كده. شكرا. أهلا ومرحبا بكم. بعد ما رجعنا تاني وبعد ما سمعنا التقارير
اللي عملتها الأستاذة أميرة الشريف في الشارع مع الناس. لو حسينا بالكلام وحسينا ما بين الحروف وما بين السطور اللي اتكلموا فيها الناس، هنلاقي المشكلة عندهم الإحساس بعدم العدالة، إحساس بفقد الرفاهية. يعني لو شفنا وسمعنا هنلاقي إن أكتر الكلام والكلام اللي زاد والمشكلة اللي هي طرحت في أكتر من لقاء، وهو الشكوى من غلو الأسعار. طبعا غلو الأسعار دي الشكوى الرئيسية اللي هي مطروحة الآن طبعا في كل بيوت مصر. غلو الأسعار اللي أثرت فعلا على نفسية كل الشعب المصري. وطبعا احنا بنتمنى ان شاء الله غلو الاسعار في الايام القادمه او في الشهور القادمه يكون في تقدم، عشان الناس تقدر تعيش بشكل حتى نقول بشكل مناسب. مفهوم الناس اللي احنا فهمناه من التقرير، مفهوم الناس للفساد هو عدم المساواة، المحسوبية، مفيش عدالة، مش حاسين بالأمن. فطبعا احنا بنقول ان الفساد دوت الدولة يعني احنا جالنا طبعا تقارير ان الدولة قامت باستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. الاستراتيجية دي حققت جهود كبيرة، عائد مادي تم تحصيله بقيمة 926.9 مليون جنيه، ضبط ورصد مال عام متوقع جاري اتخاذ إجراءات تحصيلية بقيمة 3 مليار جنيه، ومخزون راكد قيمته حوالي 46 465 مليون جنيه. طبعا ده كله معناه ان الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد اللي هي المفروض انها تكون مدتها 3 سنوات في انجاز، ولكن اللي احنا حسيناه من التقارير الانجاز ده غير ملحوظ. ما حسهوش المصري البسيط، ما حسهوش الانسان البسيط، ما لمسهوش. لذلك هو حاسس ان كميه الفساد هي مفيش تغيير، مفيش تعديل، مفيش تحسين. البيانات بتقول ان احنا قفزنا 36 مركز، كنا في المركز ال 101 في مكافحه الفساد، دلوقتي بقينا في مركز 36، في مركز 65 اسفه من المؤشرات بتاعتنا في مكافحه الفساد. ولكن احنا بنتمنى يعني ده نداء للسيد الرئيس، احنا مش عايزين استراتيجيه لمكافحه الفساد، احنا عايزين مؤسسه وطنيه لمكافحه الفساد. الاستراتيجيه الوطنيه اللي قايمه المفروض انها قامت من 2014. يا ريس، المصري البسيط مش حاسسها، المصري البسيط لسه بيصرخ، المصري البسيط بيقول مفيش مسؤولين ينزلوا يسمعونا، مفيش مسؤولين بيحسونا، مفيش مسؤولين بيقابلونا. وطبعا احنا شفنا في التقرير اللي عملته الأستاذة مع أحد السائقين بيقول كل ما نروح للمسؤول بيطردنا ما بيسمعناش، رغم ان انا عندي افكار وعندي اطروحات كتيره قوي ممكن اقدمها بتخفف من وطأة غلو الاسعار بالنسبه للراكب. بيقول انا مستعده انزل من اجرتي 3 4 جنيه بس اشتغل. في حاجات كتير جدا سياده الرئيس المفروض ان يكون في او نتمنى ان يكون في مؤسسه وطنيه لمكافحه الفساد، ما يكونش في لجان مكافحه فساد موجوده في المؤسسات من هنقول المسؤولين اللي موجودين في كل مؤسسه. ان احنا عايزين مؤسسه وطنيه بعيده بيكون حياديه، يقدر في التقرير، في احد التقارير في واحد بيقول ان اي حد بيحاول يكافح الفساد بيغتال او يكمم صوته او ما يظهرش تاني. بيخافوا ان هم يكافحوا الفساد. ليه؟ لان اللجان اللي موجوده حاليا لجان غير حياديه، قد هنقول قد تنكل بمن يقوم بمكافحه الفساد. سيادتك طلبت كل مصري ان هو يقوم ويساعد سيادتك في مكافحه الفساد. كيف تحمي سيادتك من التنكيل به أو إيذائه إذا كافح هؤلاء المفسدين؟ هؤلاء المفسدين هم أنا من وجهة نظرنا البسيطة المتواضعة
إن الفساد ده يعتبر فعلا مش بس مجرد وسيلة لتعبئة جيوب المسؤولين بالأموال، ولكنه تهديد أمن حقيقي، تهديد أمن حقيقي. من خلال برنامجنا احنا بنناشد السيد الرئيس ونناشد كل مسؤول في كل مكان، نتمنى ان احنا نوفر ونحقق الأمن والعدالة والرفاهية ما بين الشعب المصري. الطالب اللي اتكلم في التقرير وبيقول انا باخد جيد جدا، بحصل على يعني بجتهد وبحصل على جيد جدا كل سنه، لكن انا لا اعشم ابدا اني انا اعمل في السلك القضائي او في النيابه، لاني ابويا مش مستشار. هذا الحوار بيعني حاله من الاحباط لدى الشباب اللي هو املنا فيه ان المستقبل في ايده. لما يكون الشاب بينظر الى مجتمعه ان هذا المجتمع ليس عادل بهذه الطريقه، فطبعا ده بيدق ناقوس الخطر من حيث الانتماء، الانتماء وحب الوطن. الشباب لو ما حبش الوطن، ما حبش وطنه، ما حسش ان وطنه بيديله، فاعتقد ان هو مش هيقدر يديله حاجه، وده اللي احنا مش نتمناه. في نقطه مهمه جدا برضو بننادي بيها، اللي هي قانون العقوبات. المادة 103 بتقول الذي يعاقب فيها كل مرتشي وكل موظف عمومي طالب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعد أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن ما وعد به، سجن مؤبد أو بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه. أعتقد إن هذا القانون غير رادع لأي مرتشي أو لأي شخص بيتخذ من وظيفته أو من سلطته يعني وسيلة للتربح. لابد أن تغلظ هذه العقوبات لكل مرتشي، لأنه بيقضي على طموح، بيقضي على الأمل في نفوس الشباب، بيقضي على الكفاءات، وبالتالي بتهزم البلد. يعني البلد طبعا لما الفساد ينتشر فيها يضعف حب الوطن وحب الانتماء الوطن، وبالتالي اكيد الوطن بيخسر، مصر كلها بتخسر، حتى المرتشي نفسه، حتى الفاسد نفسه برضه بيخسر، لان ده بينشر في البلد وبينشر في الوطن بعض الصفات الكتيره اللي هو نفسه هيتأذي بيها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يعني الفساد مننا وبرضه بيرجع لنا، سواء بيرجع لأولادنا، سواء بيرجع في صحتنا، سواء بيرجع في أي صورة كانت، ولكن تأكد أيها الفاسد أن نتيجة هذا الفساد ستذوق أنت بنفسك، سينعكس عليك أو على أولادك أو على ذريتك من بعدك. فاتق الله في مصر، واتق الله في شباب مصر. الفساد يدمر البلاد. وشكرا لكم، وانتظرونا إن شاء الله في الحلقة الثانية من برنامجكم بالمصري الصريح. والسلام عليكم.